السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. أهلا ومرحبا بكم يا شباب أولى ثانوي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في الترم الثاني. ربنا يجعله كده إن شاء الله ترم التوفيق والنجاح، ويكون بداية لكل خير بإذن الله. وما تزعلش لو زعلتك العلوم المتكاملة في الترم الأول، فأنا معاك إن شاء الله الترم الثاني هنظبط الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شباب، عشان نبدأ كده من غير رغي كتير، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية منهج الترم الثاني. إن شاء الله يا شباب هنكون معاكم كل أسبوع هتنزل فيديو شرح. هينزل فيديوهات إن شاء الله يومي الأحد والأربع من كل أسبوع بإذن الله. فنبدأ كده من غير رغي كتير، نشوف حصة النهارده بتتكلم عن إيه. حصة النهارده إن شاء الله هي موضوع بسيط إن شاء الله، حصة بسيطة هنبدأ بيها المنهج. طيب، بصوا يا شباب، صلوا على النبي. الدرس الأول بيتكلم عن حاجة اسمها انتقال الطاقة في النظام البيئي. بس بسم الله الرحمن الرحيم. انتقال مين؟ انتقال الطاقة. طيب احنا اتكلمنا عن الطاقة ديت الترم اللي فات، وعرفنا ان الطاقة ديت بتتقاس بالجول، وعرفنا ان الطاقة، عرفنا صورة من صور الطاقة اللي هي كانت الحرارة، عرفنا شوية حاجات يعني، صح؟ طيب، احنا عايزين بقى نشوف السنة دي الترم ده، عايزين نشوف ازاي الطاقة بتنتقل من كائن لكائن او من حاجة لحاجة تانية جوه النظام البيئي. طب الاول كده هبدأ اعرفك ايه اصلا هو النظام البيئي، وده تعريف احنا عارفينه اصلا. هو يعني ايه نظام بيئي؟ يعني ايه بيئة اصلا؟ بيئة هي اي حاجة بتحاوط الكائن الحي، بتأثر فيه وبيتأثر فيها. اي حاجة اي حاجة، اي حاجة اي حاجة، يعني اي حاجة حية او اي حاجة ميتة يعني غير حية. يبقى النظام البيئي هي الحته اللي حواليك اللي فيها كائنات حيه وكائنات غير حيه، بتاثر فيها وبتاثر فيك، صح؟ يبقى هي مساحه طبيعيه، او هي كل التعريف اللي انت كنت عارفه اصلا من زمان، هي كل ما يحاوط الكائن الحي يؤثر فيه ويتاثر به. كلام جميل. ممكن تتقال بكذا طريقه تانية. ممكن اقول لك هي المساحه الطبيعيه اللي بتحاوط الكائن الحي وبيأثر فيها وبيتأثر بها. طب الحاجات دي عباره عن ايه؟ حاجه اقول لك ممكن تكون الحاجات دي اللي هو بيأثر فيها وبيتأثر بها، ممكن تكون حاجات او كائنات حيه، كائنات حيه، وممكن تكون كائنات ايه؟ غير حيه، او عناصر غير حيه. يبقى تاني يا شباب، احنا مبدئيا كده بنقول في الدرس ده هنتكلم على انتقال الطاقة. طب الطاقة ديت احنا عارفين عنها شوية كلام. طيب احنا بقى في الترم ده عايزين نعرف ايه؟ ازاي الطاقة بتتنقل جوه النظام البيئي او جوه مكونات النظام البيئي. طب مين هو اصلا النظام البيئي؟ النظام البيئي ده اي حاجة حية او غير حية بيأثروا في بعض، عايشين مع بعض وبيأثروا في بعض، صح؟ كلام جميل. طب عايزين امثلة على النظم البيئية، يعني مثال مثلا، اديني مثال عشان افهم. هقول لك الغابات مثلا. الغابات، الغابات ده هو نظام بيئي. ليه؟ في كائنات حيه وكائنات مش حيه، وكلهم بيأثروا في ايه؟ في بعض. طب مثال تاني معلش، هاجي اقول لك مثلا البحار والمحيطات. البحار والمحيطات برضو البحار والمحيطات فيهم كائنات حيه كائنات غير حيه، كله بيأثر في بعضه. طب ايه تالت مثلا؟ عندك مثلا الغابات، البحار والمحيطات، ممكن تكون الصحراء فيها كائنات حيه وكائنات غير حيه، وكله برضو بيأثر في ايه؟ في بعضه. كلام جميل. يبقى احنا في الدرس ده بنتكلم على انتقال الطاقه في النظام البيئي. ايه هو النظام البيئي؟ قلنا هو عباره عن مكان عايش فيه كائنات حيه وكائنات مش حيه، وكلهم بيأثروا في ايه؟ في بعض. طيب، ايه الحاجه المشتركه ما بين الكائنات اللي عايشه في نفس النظام البيئي؟ قال لك اللي بيجمعهم مع بعض حاجه اسمها سلسله الغذاء، ودي اتكلمنا عنها في الترم اللي فات. طيب، عايزين نفتكر كده بمثال يا شباب، يعني ايه سلسله الغذاء؟ تاني قلنا اللي بيربط لي الكائنات ببعضها جوه النظام البيئي هي مين؟ سلسله الغذاء. طيب عايزين مثال على سلسله غذاء ونفهم كده الدنيا. كنت انا بقول لك الترم اللي فات ان النبات بياخد الضوء يعمل بيه بناء ضوئي ويصنع اكل، تيجي الحشرات تاكل النبات، يجي الضفدع ياكل الحشرات، يجي الثعبان ياكل الضفدع، يجي الصقر ياكل الثعبان، صح؟ ديت سلسله نقل الغذاء. كلام جميل، مية مية. فقال لك بص، احنا بقى في النظام البيئي بنسمي كل واحد من دول بحاجه. قال لك بص، النبات ده اسمه المستوى الغذائي الاول. مستوى ايه؟ غذائي. المستوى الغذائي رقم واحد. طيب ده يبقى ده مستوى غذائي رقم اتنين. مستوى غذائي رقم كام؟ اتنين. طب ده يبقى ده مستوى غذائي، يا عم بس، مستوى غذائي رقم كام؟ رقم تلاتة.
يبقى ده مستوى غذائي رقم كام؟ 4. ده مستوى غذائي رقم 5. كلام جميل يا شباب. طيب يبقى تاني يا شباب، احنا بنقول دلوقتي ان في اللي بيربط لي الكائنات ببعضها هي حاجه اسمها سلسله الايه؟ سلسله الغذاء. طيب سلسله الغذاء دي بتتكون من مستويات غذائيه، مستوى غذائي اول، مستوى غذائي ثاني، مستوى غذائي ثالث، وهكذا، صح؟ هتلاقي ان المستوى الغذائي الاول ده هو الوحيد اللي منتج، هو اللي بينتج الاكل، صح؟ طب الباقيين كلهم دول كده، دول بيكونوا مستهلكين. كلام جميل. طيب صلوا على النبي يا شباب. هو دلوقتي النبات ده خد الطاقة، أول حد بيستقبل الطاقة هو مين؟ النبات. ادي الشمس اهي هتدي الطاقة للنبات، بعد كده النبات هيدي الطاقة للحشرات، بعد كده الحشرات هتدي الطاقة لمين؟ للضفدع، الضفدع هيدي لمين؟ للثعبان، الثعبان هيدي لمين؟ للصقر. اللي أنا عايز أقوله إن اللي بينقل لك الطاقة هي سلاسل الغذاء. اللي بيستقبل الطاقة هو المستوى الغذائي الأول اللي بيكون منتج بيستقبل الطاقة الشمسية. طيب وبعد كده يبدأ ينقلها للإيه؟ للي بعده. تمام؟ كلام جميل. فل. ماشي. طيب أنت عندك عرفنا دلوقتي إن المصدر الأول للطاقة هو مين؟ هو الشمس. أول حد اداك طاقة للنظام البيئي هو مين؟ الشمس، هي اللي ادتنا الطاقة، هي صح؟ بص يا شباب، اللي على السهم ده هو الطاقة. الشمس ادت للنبات طاقة، النبات اما اتاكل، اما الحشرات كلته خدت منه الطاقة. كلام جميل. طيب اما الضفدع كل الحشرة خد منها الطاقة. المصدر الاول للطاقة هو مين؟ الشمس. طيب المستقبل الاول للطاقة هو مين؟ النبات، صح؟ طيب هو هيستقبل الطاقة ويعمل بيها ايه؟ يبقى المصدر الاول للطاقة هو الشمس، المستقبل الاول للطاقة هو النبات. طيب انا دلوقتي جبت لك اهوت، ادي نبات وادي الشمس، الشمس دي هتدي للنبات الايه؟ ضوء، اللي هي الطاقه، صح؟ النبات بيها هيعمل بيها ايه؟ هيعمل لك بيها عمليه بناء ايه؟ بناء ضوئي. طب احنا عايزين نمسك عمليه البناء الضوئي دي، لان دي اول عمليه بتحصل في سلسله نقل الطاقه او نقل الغذاء، نقل الغذاء، نقل الطاقه. كلام جميل. بصوا يا شباب، احنا عايزين نتكلم عن البناء الضوئي ده. طيب بالبلدي كده، مين اللي بيعمل بناء ضوئي؟ هاجي اقول لك النبات. طيب النبات ليه بيعمل بناء ضوئي؟ قال لك عشان عنده صبغه اسمها الكلوروفيل، الصبغه دي بتمتص الاشعه الضوئيه وتحولها من ضوء الى طاقه كيميائيه. مش عايز اعقد الدنيا عليك، تعالى ناخدها واحده واحده. الاول عايزين نعرف المعادله بتاعت البناء الضوئي، هعلمها لك بمنتهى السهوله. بص يا شباب، صلوا على النبي. انت المعادله بيبقى عندك متفاعلات وعندك نواتج، صح؟ وعندك السهم ده بتكتب عليه الشرط بتاع التفاعل، صح؟ كلام جميل. طيب اول حاجه كده هتكتبها في المعادله، هتروح اعمل ايه؟ بص صلى على النبي. انا عارف من اعدادي او من ابتدائي كمان ان البناء الضوئي ده ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل فيه ان النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين. فالمعادله بتاعت البناء الضوئي ده هقول النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون وبينتج لنا خالص في النواتج اكسجين. ادي اول حاجه. يبقى المعادله بتاعت البناء الضوئي اول حاجه هتعملها ايه؟ دخل ثاني اكسيد الكربون وطلع مين؟ اكسجين. طيب هو النبات كده بياخد ايه تاني؟ هتقول لي والله النبات بياخد ضوء، ودلوقتي انت لسه قايل اهو هياخد ايه؟ ثاني اكسيد كربون. طب بعقلك كده النبات بياخد ايه تاني؟ بياخد ميه، صح؟ اه يبقى انا عندي المتفاعلات بتاعت البناء الضوئي هي مين؟ ثاني اكسيد كربون، ميه، ضوء. اهو انت كتبت مين؟ كتبت ثاني اكسيد كربون، صح؟ النبات بيخش له ايه؟ ثاني اكسيد كربون وميه وضوء، ثاني اكسيد كربون وميه وضوء. يبقى تاني حاجه في المتفاعلات هتكون مين؟ الميه، H2O. كلام جميل. طيب دلوقتي تالت حاجه في المتفاعلات مين؟ الضوء. طيب فالسهم هيكون الشرط عشان ده يمسك في ده ويعملوا المعادله لازم في وجود الضوء. طيب ليش معنى النبات بالذات هو اللي بيقدر يستفاد بالضوء؟ هاجي اقول لك عشان عنده صبغه اسمها ايه؟ صبغه الكلوروفيل. عنده ايه؟ صبغه الكلوروفيل. طيب دلوقتي النبات خد ثاني اكسيد الكربون، خد ميه، خد كلوروفيل، هيعمل ايه؟ هيكون لك اكسجين. فل الفل.
احنا بقى الترم اللي فات كنت بقول لك الهدف من البناء الضوئي هو ايه؟ ده سؤال كان مشهور الترم اللي فات. كنت انت زي اللهبل بتقول لي كنت انا بروح جاي حاطط لك السؤال في الامتحان، اجي اقول لك ايه الهدف من البناء الضوئي؟ انتاج الاكسجين. انت زي اللهبل تروح جاي رايح مختارها بحط لك رقم الف. لا، الهدف من البناء الضوئي هو النبات بيعمل بناء ضوئي عشان يصنع اكله، صح؟ فيبقى الهدف من البناء الضوئي هو تصنيع الغذاء. الغذاء ده اللي هو الجلوكوز. فيبقى بالتالي النواتج واهم ناتج معانا وهو الهدف هو انتاج مين؟ الجلوكوز. الجلوكوز ده يا شباب انا كنت قلت لكم تركيبه اما كنت تاخدوا عندي احياء في اول سنه خالص، كنت بقول لكم الجلوكوز ده C6H12O6. يبقى الهدف من عمليه البناء الضوئي هو انتاج مين؟ الجلوكوز اللي هو C6H12O6. طيب دلوقتي يا شباب ثاني اكسيد الكربون ميه، جلوكوز ميه، اكسجين. ماشي يا باشا، بص هحفظها لك بمنتهى السهوله. بيخش ثاني اكسيد الكربون يطلع اكسجين. طب النبات بياخد ايه تاني؟ بياخد ميه، صح؟ يبقى ثاني اكسيد الكربون ميه في وجود الضوء هيكون لك الهدف اللي هو مين؟ الجلوكوز. طب دخلت ميه تطلع ميه واكسجين. كلام واضح؟ طيب عايزين نوزن المعادله دي، احفظها لك برضه. بص يا معلم، انت عندك هنا ايه؟ 6 صح؟ تعالى قدام السي وحط 6، اللي بعدها 12، 6 6. بص ولا سحر ولا شعوذه. الغاز اللي دخل 6 صح؟ فالغاز اللي هيطلع هيبقى ايه؟ 6. طب الميه بتخش 12 ونصها يطلع في النواتج. احفظها بقى زي ما تحفظها. 6 12 6 6، احفظها زي ما تحفظها. تمام؟ يبقى تاني معادله البناء الضوئي، انا دلوقتي نبات عايز اعمل بناء ضوئي، صح؟ دلوقتي جاي لي ضوء وجاي لي ثاني اكسيد الكربون وجاي لي ميه، كل دول مع بعض هيكونوا الاكل اللي هو الجلوكوز اللي هو C6H12O6. طب الميه اللي بتخش نصها بيطلع في النواتج. كلام جميل. ماشي. يبقى تاني يا شباب كده نجمع بس عشان ايه ما نتوهش من بعض. هو الكلام سهل جدا. احنا بنتكلم النهارده عن انتقال الطاقه في النظام البيئي. يعني ايه اصلا نظام بيئي؟ نظام بيئي يعني البيئه. يعني ايه؟ يعني المساحه المحاوطه لينا اللي احنا بنأثر فيها وبتأثر فينا، بتتكون من مكونات حيه ومكونات غير حيه. طيب قلنا امثله على كده، ممكن تكون مثلا البيئه بالنسبه لك هي الغابه، ممكن تكون الصحراء، ممكن تكون الميه، ممكن يكون المحيط. طيب قلنا اللي بيجمعنا كلنا مع بعض هو الطاقه او سلسله نقل الغذاء او سلسله نقل الطاقه. طيب قلنا من الاخر كلنا بناكل في بعض، كلنا بننقل الطاقه للي بعدنا، صح؟ كلام جميل. طيب احنا دلوقتي بقى هنبدا نمسك السلسله ديت ندرسها واحده واحده. فدايما اول كائن معانا اللي هو مين؟ النبات، صح؟ فالنبات ده هو الكائن المنتج، صح؟ كلام جميل. ماشي. ازاي بينتج بقى؟ ازاي بينتج؟ بينتج عن طريق عمليه بناء ضوئي، لان احنا عندنا المصدر الاول للطاقه هو مين؟ الشمس. المستقبل الاول للطاقه هو مين؟ النبات. هيستقبل الطاقه ويعمل بيها عمليه بناء ضوئي. عمليه البناء الضوئي دي بتحصل ازاي؟ النبات بياخد ميه، ثاني اكسيد كربون وضوء يكون لك جلوكوز ميه اكسجين. فل الفل. طيب احنا في عمليه البناء الضوئي عملنا ايه؟ حولنا والله يا شباب، بص حولنا ايه؟ حولنا الضوء الى جلوكوز في الاخر، صح؟ انا حولت طاقه الضوء الى طاقه كيميائيه موجوده جوه الجلوكوز. اصل بصوا يا شباب، تركيب الجلوكوز ده C6H12O6 بيبقى عامل ازاي؟ عامل كده. الجلوكوز ده عنده 6 كربون، صح؟ ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، ادي الخامسه، ادي السادسه. طيب اعرفها بقى قاعده عامه، الروابط الكيميائيه يا شباب بيكون جواها طاقه، صح؟ ماشي. وهكذا تركيبه معقد يعني. طيب فاحنا خدنا الطاقه اللي جوه الضوء حولناها لطاقه جوه روابط مين؟ الجلوكوز، صح؟ طيب الطاقه بتاعت الضوء اسمها ايه؟ حولنا من الاخر في البناء الضوئي بنحول طاقه الضوء الحركيه الى طاقه وضع كيميائيه. طب طاقه الوضع الكيميائي دي موجوده فين؟ اللي في الروابط داخل سكر الجلوكوز. مية مية. يبقى احنا بنحول طاقة الضوء الحركية إلى طاقة وضع كيميائي. ماشي. طب بنحول إيه تاني؟ هاجي أقول لك رقم واحد بتحول طاقة الضوء الحركية لطاقة وضع كيميائي. رقم اتنين هاجي أقول لك بتحول المركبات إيه لمركبات إيه؟ هو أنت دخلت بإيه؟ دخلت بثاني أكسيد كربون ومية. طلعت بإيه؟ طلعت بجلوكوز اللي هو عبارة عن
C6H12O6. فانت كده حولت المركبات ايه لمركبات ايه. هاجي اقول لك لما تيجي تبص لثاني اكسيد الكربون والميه، مركبات كتركيب تركيبها بسيط ولا صعب؟ يعني انا لما اقول لك قول لي تركيب ثاني اكسيد الكربون تقول لي CO2، لما اجي اقول لك قول لي تركيب الميه H2O، يعني من الاخر 3 ذرات، فاهم؟ يعني شقلب واقلب، صح؟ فبالتالي هي من حيث التركيب تركيبها ايه؟ بسيطه التركيب. احنا حولنا مركبات البسيطه لمركبات مالها معقده. يبقى انا في عمليه البناء الضوئي بحول المركبات البسيطه لمركبات المعقده. طيب هي بسيطه، ونتيجه انها بسيطه بيكون وزنها الجزيئي قليل، يعني مركبات خفيفه. طيب يبقى انا بحول المركبات البسيطه الخفيفه لمركبات معقده ثقيله، يعني وزنها الجزيئي ايه؟ عالي. طب ايه تاني؟ هاجي اقول لك دي بيكون بما ان الروابط اللي جواها قليله، فالطاقه اللي جواها قليله، الطاقه بتكون موجوده جوه الروابط اللي جوه الجزيئات، صح؟ فبالتالي ديت جزيئات بسيطه، الروابط اللي فيها كميتها ايه؟ قليله، صح؟ فبالتالي الطاقه اللي جواها بتبقى ايه؟ قليله. هحولها لمركبات مليانه روابط كيميائيه، فبالتالي مليانه طاقه، الطاقه اللي جواها ايه؟ عاليه. ماشي، يبقى انا بحول المركبات البسيطه الخفيفه قليله الطاقه الى مركبات معقده ثقيله عاليه الايه؟ الطاقه. طب ايه كمان؟ هاجي اقول لك المركبات دي بتكون رخيصه، دي مركبات بتكون ايه؟ غاليه. يبقى تاني يا شباب، عمليه البناء الضوئي نقولها سريعا كده. احنا دلوقتي بنقول بما ان المصدر الاول للطاقه هو الضوء، طيب والمستقبل الاول للطاقه هو مين؟ الشمس. فاحنا عايزين نشوفهم بيعملوا ايه، اللي هي الخطوه بتاعت الانتاج دي. الانتاج ده هو عمليه ايه؟ بناء ضوئي. طيب اما اجي اقول لك المنتج هو مين؟ النبات، لانه بيقدر يعمل بناء ضوئي. ايه البناء الضوئي ده؟ والله ديت عمليه بتاخد الضوء تحوله لجلوكوز. طب ضوء بس؟ لا، بتاخد ضوء وميه وثاني اكسيد الكربون تحوله لجلوكوز وميه واكسجين. طب الاكسجين ده ايه اللي بيحصل له مصيره؟ بيتصاعد. طب المعادله ثاني اكسيد الكربون ميه في وجود الضوء، جلوكوز ميه اكسجين، صح؟ الوزن 6 12 6 6 6 ثاني اكسيد الكربون، 12 ميه، جلوكوز 6 ميه 6 ايه؟ اكسجين. طبعا الاكسجين ده بيتصاعد كناتج ايه؟ ثانوي من النبات. طيب احنا عندنا في عمليه البناء الضوئي بنحول ايه؟ بنحول طاقه الضوء اللي هي طاقه حركيه الى طاقه وضع كيميائيه موجوده جوه الجلوكوز. طب بنحول ايه تاني؟ بنحول ثاني اكسيد الكربون والميه اللي هي مركبات بسيطه، اما اجي اوصفها مركبات بسيطه خفيفه، مركبات بسيطه خفيفه منخفضه الطاقه رخيصه، الى مركبات مالها؟ عاليه الطاقه معقده ثقيله غاليه. كلام جميل. دول اتحولوا لدول. ماشي. طب يا شباب، عايزين دلوقتي نقارن ما بين الكائنات الذاتيه والكائنات الغير ذاتيه. ليه؟ اصل احنا بنبص على السلسله بتاعت الغذاء، ادي السلسله اهي. فانت هتلاقي ده الوحيد اللي ذاتي التغذيه، صح؟ الباقيين كلهم غير ذاتي التغذيه. فانا عايز اقارن ما بين دول وما بين دول، دول بيعملوا ايه ودول بيعملوا ايه. اصل انا عايزك تبقى فاهم، انا بحب امشي بنظام عشان تبقى فاهم معايا، مش بحب اقول لك معلومه واطلع اجري، معلومه واطلع اجري، او بجيب لك حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا، ما بحبش كده. انا بحبك تبقى فاهم. دلوقتي النظام البيئي هو عباره عن ايه؟ عرفنا هو ايه. طب الطاقه تتنقل في النظام البيئي من خلال سلسله الغذاء او سلسله انتقال الطاقه. كلام فل 100 100. طيب السلسله دي دايما هتلاقي اول كائن بس هو اللي منتج، الباقيين كلهم غير منتجين، يعني كائنات مالها؟ غير ذاتيه. فانا خدت الكائن الذاتي وفهمتك بيعمل ايه. طب الكائنات الغير ذاتيه بيعملوا ايه؟ تعال ما نفهم. يبقى الكائن الذاتي بيعمل بناء ضوئي، طب الكائن الغير ذاتي تعال ما نفهم بيعمل ايه. صلى على النبي. الكائن الذاتي التغذيه، تعال نقول كده سريعا تاني. ذاتي التغذيه، ذاتي يعني بيعمل بناء ضوئي، وبناء ضوئي يعني بيحول المركبات ايه لمركبات ايه؟ ذاتي يعني بيعمل ايه؟ بناء ضوئي، يعني بيحول مركبات ايه لمركبات ايه؟ هاجي اقول لك بيحول المركبات اللي هي ثاني اكسيد الكربون والميه الجلوكوز. طب دي مركبات لما نيجي نوصفها هنقول عنها ايه؟ هنقول والله دي بسيطه رخيصه خفيفه، الطاقه اللي جواها ايه؟ قليله. طيب دي بنحولها لمركبات ايه؟ جلوكوز، مركبات معقده مالها؟ غاليه، مالها؟ ثقيله. طيب ايه تاني؟ الطاقه اللي جواها ايه؟ عاليه. كلام فل ومية مية. ماشي. طب اما نشوف الكائن الغير ذاتي، انت كانسان كائن غير ذاتي التغذيه،
يعني مش بتعمل اكلك بنفسك. النبات ده سترونج اندبندنت، بيعتمد على نفسه، بياخد حاجات بسيطه جدا يصنع بيها الاكل بنفسه. اصل احنا بنعتبر ان الجلوكوز ده هو الغذاء، فكده النبات هو اللي صنع غذائه. لكن انت كانسان بتعمل ايه؟ بروح اخد الاكل على الجاهز، صح؟ فانا باخد المركبات اللي هي مالها. انا بعمل ايه؟ انت لما بتاكل بتعمل ايه في الاكل؟ النبات لما بياخد ميه وثاني اكسيد الكربون بيعمل بناء ضوئي. طب انا ككائن غير ذات التغذيه، من اول الحشرات، الضفدع مثلا، من اي كائن من بعد النبات، هيعمل ايه؟ هياخد الاكل يهضمه، مش مهم بالنسبه لنا الهضم. بعد ما بيهضم الاكل بيحرقه ويطلع الطاقه اللي جواه عشان يستفاد منها، صح؟ فانا كانسان بعمل عمليه هضم، باخد المركبات المعقده جاهزه. باخد مركبات ايه؟ باخد مركبات ايه وبكون مركبات ايه؟ بص، انا كانسان او ككائن غير ذات التغذيه باخد الاكل على الجاهز. اكل على الجاهز، اكل يعني مركب معقد، صح؟ يعني باخد المركبات المعقده اللي هي ثقيله، اللي هي الغاليه، اللي هي الطاقه جواها عاليه. طب انا كانسان هاخد الاكل ده اعمل فيه ايه؟ باخد الاكل اعمل فيه ايه؟ بقول لك بتحرق الاكل. وحرق دي يا شباب انا قلت لكم 500 مره لها كذا اسم تاني. حرق دي بتساوي كلمه هدم، بتساوي كلمه اكسده خلويه، بتساوي كلمه تنفس خلوي. مم. يعني من الاخر الانسان بياخد الاكل يتنفس، يخلي الخليه تتنفس. طب ان الخليه تتنفس ده بياخد الاكل يحرقه، بكسر الاكل وطلع الطاقه اللي جواه. فيكون لك ثاني اكسيد كربون وميه وطاقه. فكده كون لك مركبات مالها بسيطه، الطاقه اللي جواها قليله، انا حررت الطاقه اللي جواها، خدت الطاقه اللي جواها استفدت منها، صح؟ طيب ايه تاني؟ رخيصه. ايه تاني؟ قلنا مالها خفيفه. يبقى تاني، ايه الفرق ما بين الكائن الذاتي؟ الكائن الذاتي ده بيعمل عمليه بناء، لكن الكائن الغير ذاتي بيعمل عمليه هدم. الكائن الذاتي بيعمل بناء ضوئي ويصنع الجلوكوز، لكن انت ككائن غير ذاتي تاخد الجلوكوز تحرقه وتطلع الطاقه اللي جواه وتستفاد منها. لكن ده بيصنع الاكل وبعدين بقى يبقى يفكر يحرق ويطلع الايه؟ الغذاء اللي جواه او الطاقه اللي جواه. كلام جميل. طب عايزين امثله على مين؟ على الكائنات الذاتيه. ذات التغذيه يعني عنده بلاستيدات خضراء. يعني باجي اقول لك امثله على الكائنات اللي بتقدر تعمل بناء ضوئي. بيعمل بناء ضوئي يعني عنده كلوروفيل، يعني عنده بلاستيدات خضراء. يبقى الامثله هنا يا شباب هي عباره عن مين؟ عباره عن اي كائن عنده ايه؟ بلاستيدات خضراء. لان معنى ان هو عنده بلاستيدات خضراء فيقدر يعمل بناء ايه؟ ضوئي. طب هم مين برضه؟ هاجي اقول لك قولا واحدا ان النبات. طب مين تاني بعد النبات؟ هاجي اقول لك في نوع من النباتات اسمه الطحالب. فالطحالب دي برضه عندها بلاستيدات خضراء. بعض انواع البكتيريا زي بكتيريا اسمها النوستوك، وبكتيريا اسمها بكتيريا الكبريت، دي كلها بكتيريا بيكون عندها ايه؟ بلاستيدات. طب زي كائن كمان اسمه اليوجلينا، كل ده عنده بلاستيدات، فبالتالي بيعمل بناء ضوئي. ماشي. طب الكائنات الغير ذاتيه كتير، فتعالى كده نقسمها. هما الكائنات الغير ذاتيه دول هم بيبداوا من المستوى الغذائي الثاني، صح؟ اصل المستوى الغذائي الاول ده كائن ذاتي التغذيه، كائن منتج. لكن الغير ذاتي بيتقال عليه كائن مستهلك. مستهلك. كائن ماله؟ مستهلك. طيب الغير ذاتي ده في منه حاجه اسمها غير ذاتي عضوي. تاني في غير ذاتي ايه؟ عضوي. الغير ذاتي العضوي ده يا شباب بينقسم لكذا حاجه. ايه هما؟ هقول لك الغير ذاتي العضوي ده بينقسم لغير ذاتي عضوي اكلات عشب، في اكلات لحوم، في متنوع الغذاء. تاني في كائنات غير ذاتيه. يعني ايه غير ذاتي؟ يعني بياخد الاكل على الجاهز ويحرقه. في منهم غير ذاتي عضوي. العضو ده يا اما يكون اكلات عشب، يعني بياكلوا نباتات بس، يا اما اكلات لحوم، يا اما متنوع الغذاء، يعني بياكل الاثنين. طيب صلوا على النبي يا شباب. بقول لك مين اكلات عشب، اكلات لحوم، متنوع الغذاء. كلام جميل. طب قول لي امثله. يبقى تاني في كائنات غير ذاتيه انا بشوفها بعيني، بشوفهم بعيني بياخدوا الاكل على الجاهز. مين اللي انا بشوفهم بعيني بياخدوا الاكل على الجاهز؟ اللي بيروح ياكلوا نبات، اللي بيروح ياكلوا لحمه، اللي بياكلوا الاثنين زينا، صح؟ طيب مين كائنات انا بشوفها بعيني بتاكل عشب؟ هقول لك مثلا الاغنام والماعز والكلام ده.
طيب مين اللي انت بتشوفها بعينك بتاكل لحمه؟ هتقول لي الاسود والنمور والفهود، هقول لك صح والله، بس مين ما يعرفش ان الاسود والنمور بياكلوا لحمه؟ كلنا عارفين صح؟ طيب اللي انت هتتلخبط فيهم هم الكلاب والقطط، الكلاب والقطط اكلات لحوم، تمام؟ فكره ان انت بتاكلها جزر والكلام ده يعني حرام عليك، تمام؟ هي بتاكل جزر بس عشان ما ايه؟ عشان ده اللي قدامها، لكن في الاصل الكلاب والقطط هم اكلات لحوم. يعني محدش يجي يجاوب في الامتحان يقول الكلاب والقطط بياكلوا جزر وبياكلوا رجول فراخ يبقى اذا كده هم متنوع، لا. الكلاب والقطط مالهم؟ اكلات لحوم، كلاب اهو وقطط، ماشي؟ بطلت اكلها في جزر وخيار بقى. طيب متنوع الغذاء زي مين؟ زي الانسان. الانسان بياكل الايه؟ الاثنين، اللحمه والخضار. كلام جميل. يبقى تاني يا شباب عندنا الغير ذاتي، في غير ذاتي بشوفه بعيني بياخد اكل على الجاهز، زي مين؟ اللي بياكلوا نبات، اللي بياكلوا لحمه، اللي بياكلوا ايه؟ الاثنين، صح؟ ماشي. في غير ذاتي بقى بس انت ما بتشوفوش بعينك، هو بياخد اكله على الجاهز بس هو كائن مجهري ما بشوفوش بالعين، بشوفه بالميكروسكوب. طيب زي مين؟ هقول لك في منهم نوعين، في غير ذاتي عضوي، في غير ذاتي طفيلي، في غير ذاتي رمي. ايه الفرق ما بين الاثنين دي؟ بص صلوا على النبي. الفرق ما بين الاثنين كالاتي يا شباب. الطفيلي ده كائن متطفل بيبقى اسمه طفيل، الطفيل ده يا شباب عيل معفن، هو بيستفاد بس انت ما بتستفادش منه حاجه. ده كائن هيخش جوه جسمك، هيعمل ايه جوه جسمك؟ هيستفاد منك وهيجيب لك امراض، مش انت مش هتستفاد منه حاجه. زي مين مثلا؟ البلهارسيا. البلهارسيا ده كائن حي، الكائن الحي ده كائن انت بتشوفه بعينك؟ اكيد لا. طب هو بيخش جوه جسمك ويفضل ياكل ويستفاد ويجيب لك امراض، يعني هو بيستفاد وانت تتضرر، صح؟ فانا بقول ان الطفيلي ده هو عباره عن حي بياكل في حي، يعني كائن حي بياكل في كائن حي. طب الحي اللي بياكل ده اسمه الطفيل، يبقى بالهريسيا ده اسمه طفيل. طب هيخش جوه جسمك، انت بالنسبه للبلهارسيا اسمك ايه؟ اسمك عاقل. يبقى اللي بيتاكل اسمه ايه؟ او اللي بيتضر هو مين؟ العاقل. اللي بيستفاد مين؟ الطفيل، صح؟ عايزين مثال؟ هاجي اقول لك مثل البلهارسيا، وزي حاجه تانية كده اسمها بلازموديوم. ما تعرفوش انا عارف. بلازموديوم ده كائن يا شباب بيجيب مرض الملاريا، تمام؟ مرض بيجيب ايه؟ كائن بيجيب مرض الايه؟ الملاريا. طيب الطفيل ده احنا قلنا حي بياكل في ايه؟ في حي. هو في حاجه اسمها الطفيل، في حاجه اسمها الايه؟ العاقل. العاقل ده اللي هو الانسان مثلا، يعني ممكن هو يخش جوه جسمك ويستفاد منك وانت ما تستفادش منه حاجه. طيب في غير ذاتي ايه؟ رمي. الرمي ده يا شباب يعني لو الطفيل ده معفن فالرمي ده معفن اكتر منه، الطفيل ده كائن بيخش جوه جسمك ويقعد يستفاد ويجيب لك امراض. طب الرمي، الرمي ده بقى بايه؟ هو حي، كائن حي بياكل في ميت، يعني مش بيجي عليك وانت عايش، لا بيجي عليك وانت ميت، ياكلك وانت ميت. طب ده مثل مين؟ مثل البكتيريا الرميه، دي بكتيريا محلله. طيب وفي زي فطر عفن الخبز. كلام فل ومية، ماشي. طيب نرجع بقى كده يا شباب لدي كده تاني عشان نكمل بس الصوره بحيث ما تتوهش مني. احنا بنتكلم على انتقال الطاقه، انتقال الطاقه ده بيتنقل من خلال سلسله الغذاء. اصل بص، انتقال الغذاء ده ان انت تروح تاكل، فالاكل ده اللي هيديك الطاقه، صح؟ فان الحشرات تاكل النبات فهي خدت اكل من النبات، يعني خدت طاقه من النبات. ان الضفدع ياكل من ده فهو خد منه برضه، صح؟ طيب ده كائن منتج، صح؟ طب ده اللي بياكل نباتات هيبقى اسمه ايه؟ مستهلك الاولي. يبقى اكلات العشب مستهلكات اوليه، ليه؟ لان هي اول حاجه بتاكل، هي اللي بتروح تاكل النبات. طب الباقيين كلهم اسمه مستهلك ثانوي. يبقى ده كده ايه؟ كل دول مستويات ايه؟ غذائيه. عامه الحشرات هنقول عليها المستهلك رقم واحد، صح؟ دي هنقول عليها المستهلك رقم ايه؟ اتنين. طيب دي هنقول عليها ايه؟ مستهلك رقم ثلاثة. طب دي هنقول عليها ايه؟ مستهلك رقم أربعة، صح؟ طيب المستهلك رقم واحد اللي هو بياكل نبات بنقول عليه المستهلك الأولي، هو أول حاجة كلت. طب كل دول مستهلك ثانوي. فبالتالي أكلات العشب هي مستهلكات أولية، لكن أكلات اللحوم مستهلكات ثانوية، تمام؟ يبقى ده كده مستهلك أولي، لكن ده
تمام يا شباب، نتنقل بعد كده على ابسط جزئيه معانا النهارده واللي هنختم بيها ان شاء الله، وهو انتقال الطاقه بقى في النظام البيئي. احنا قلنا يا شباب، اتفقنا ان الطاقه بتتنقل ازاي؟ على هيئه اكل، صح؟ الاكل اللي بيتنقل للجيل اللي بعدك. كلام فل ومية مية. طيب خلينا نتفق كده يا شباب، انا كانسان دلوقتي باكل مثلا، قول مثلا طول حياتي كلت 100 وجبه. تمام؟ كلت 100 وجبه طول حياتي، حياتي كلها انا كلت فيها 100 وجبه. فال 100 وجبه دول جسمي بيعمل ايه في ال 100 وجبه؟ هاجي اقول لك بص، 90% من الاكل اللي انت بتاكله جسمك بيحرقه عشان يديك طاقه تستخدمها في الحركه، تستخدمها في التنفس، تستخدمها في اي حاجه، صح؟ طيب 10% بس بيتخزنوا جوه جسمك عشان لما تموت تتحلل، وال 10% دول يرجعوا للكائنات المحلله ويرجعوا للطبيعه تاني. يعني انا عايز اقوله دلوقتي، النبات كل ماشي، اما بياكل كده الاكل اللي هو عمله ده، تمام؟ النبات دلوقتي صنع جلوكوز، هل هينقل الجلوكوز كله للحشرات؟ لا. بص، كل كائن بيدي للي بعده 10% بس، طب ال 90% بيفقدهم طول حياته، يعني ايه؟ بيستهلكوا. تمام؟ يبقى تاني، النبات دلوقتي الطاقه اتنين من ايه؟ من نبات الحشرات، ومن الحشرات لمين؟ للضفدع، ومن الضفدع لمين؟ للثعبان، ومن الثعبان لمين؟ للصقر، صح؟ طيب كل كائن بيقول لك ان كفاءه انتقال الطاقه بتوصل لحد 10%، يعني اللي بيتنقل من كائن لاخر كام في المية من الطاقه؟ 10% بس. طب ال 90% لا، انا استهلكتهم يا حبيبي. يعني انا طول حياتي كده كلت 100 وجبه. طيب كام وجبه منهم بمعدل كام وجبه مثلا اللي هيتفطر في جسمي، او اللي هيبقى موجود جوه جسمي او متخزن جوه جسمي للي هياخدني بعد كده او اللي هياكلني؟ 10 بس. طب ال 90 لا، انا استخدمته. يبقى تاني، اللي بيتنقل 10 في الايه؟ في المية. 10 في الايه؟ في المية. 10 في المية. 10 في الايه؟ في المية. اللي انا عايز اقوله لك، لو فرضنا مثلا ان النبات ده كان عنده طاقه تقدر ب 1000 جول، يبقى الحشره هتاخد قد ايه؟ الحشره هتاخد اقل. ازاي؟ هتقول لي 10%، صح؟ طب 10% من ال1000 يعني 1000 في 10 على 100، 10% يعني بتساوي 10 على 100. عشان الناس بس اللي عارف الرياضه على قدهم يعني. دلوقتي يا شباب، لما اجي اقول لك عايز 10%، مين اللي هيروح للحشرات؟ 10% من ال1000، صح؟ يبقى 10 على 100، لان 10% يعني 10 على 100 في ال1000. طيب الصفرين دول هيروحوا مع دول، يطلع لك كام؟ 100. يبقى اللي هيروح للحشرات هم كام؟ 100 جول. طب الحشره هتدي للضفدع ايه؟ 10%. 10% من ال 100 قد ايه؟ 10%، يعني 10 على 100 في كام؟ 100. طيب بيساوي كام؟ 10. يبقى اللي هيجي هنا 10 ايه؟ جول. طيب اللي هيتنقل من الضفدع للثعبان 10%، يبقى 10 على 100 في كام؟ 10. طيب يبقى بيساوي ايه؟ بيساوي 1. اللي هيجي هنا هو 1 ايه؟ جول. طب عايزين 10% من ال1 جول، يبقى 10 على 100 في ال1 جول هيساوي عندك كده صفر على الصفر، يبقى 1 من ايه؟ 1 من 10. 1 من 10 ايه؟ جول. كلام جميل. طيب يبقى كفاءة انتقال الطاقة تقدر بقد ايه؟ ينتقل 10% فقط، لكن 90% بيحصل له ايه؟ يفقد. يبقى هو بيفقد ايه؟ 90%. بيفقد 90%، بيدي قد ايه؟ 100 10 في الايه؟ في المية. طيب في حاجة اسمها هرم الأعداد أو هرم انتقال الطاقة، هو نفس الكلام يا شباب؟ طيب دلوقتي النبات ده المستوى الغذائي رقم واحد، الحشرات المستوى الغذائي الثاني، طب الضفدع المستوى الغذائي الثالث، الثعبان المستوى الغذائي الرابع، الصقر المستوى الغذائي الخامس. فل ومية مية. طيب دلوقتي اللي هيتنقل من النبات للحشره كام في المية؟ 10%. طب اللي هيتنقل من الحشره للضفدع كام في المية؟ 10%. طب اللي هيتنقل من الضفدع للثعبان كام في المية؟ 10%. طب اللي هيتنقل من الثعبان للصقر 10%. فانا كل ما اطلع لفوق ايه اللي بيحصل للطاقه؟ الطاقه بتقل، لان انت عمال تفقد، انت بتفقد كميه كبيره، انت بتفقد المعظم، انت بتدي له كام؟ 10%، صح؟ يبقى الطاقه بيحصل لها ايه؟ بتقل. ركز معايا بقى. هو بما ان الطاقه بتقل، اما اجي اكلمك عدد النباتات اكتر ولا عدد الصقر؟ هقول لك طبعا قولا واحدا النباتات. ليه؟ دلوقتي يا شباب، انت كلما تقدمت في سلسله الغذاء او في هرم الاعداد او في هرم انتقال الطاقه ده، تمام؟ كل ما تتقدم فيه كل ما الطاقه بتقل، ونتيجه ان الطاقه بتقل فلازم عدد الكائنات يقل. ليه؟ اصل انت هتلاحق عليهم طاقه منين؟ هو لو عدد الصقور ده كتير هتجيب لهم طاقه منين؟ مش انت كل ما تطلع لفوق الطاقه بتقل؟ يبقى ما ينفعش، صح؟ يبقى كل ما اطلع لفوق الطاقه بتقل، وبالتالي عدد الكائنات يقل. عدد الكلام بيحصل ايه؟ بيقل. يبقى انا كل ما اطلع لفوق الطاقه بتقل، عدد الكلام بيقل. كلام واضح؟
كلام فل ومية مية. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه المستوى الغذائي الاول، صح؟ طيب ده المنتج، ده اسمه مستهلك اولي. ليه؟ لان ده اللي هياكل النبات. كل دول ايه؟ مستهلك ثانوي. تمام؟ كلام جميل. طيب دلوقتي لما اجي اقول لك الانسان لو عايز ياخد سعرات حراريه عاليه يروح ياكل ايه؟ يروح ياكل نبات ولا يروح ياكل لحمه؟ فكر كده للحظه. اكيد نبات. ليه؟ اصل اللحمه دي هيروح يجيبها منين؟ اللحمه دي جايه لك من حيوان، والحيوان ده كان واكل ايه؟ نبات. فالنبات ادى للحيوان 10%، صح؟ 10% بس، صح؟ فانت لو رحت خدت النبات انت كانسان، انسان اهو، الانسان ده لو راح خد من النبات على طول هياخد 10% من النبات. لكن لو راح خد لحمه، هو دلوقتي اللحمه خدت من النبات 10%، فانت هتاخد من اللحمه نفسها 10%، فاهم؟ يعني اللحمه 10% من النبات. طب انت لما تروح تاخد اللحمه فانت خدت 10% من اللحمه اللي هي 10% من النبات اصلا، فاهم؟ طيب معظم الطاقه اللي انت بتفقدها اثناء عمليه التنفس الخلوي. ليه؟ انا قلت لك انت بتاخد الاكل بتعمل ايه؟ بحرقه واكون طاقه. طب هل انا بحرق كل الاكل؟ اكيد لا. اللي بحرقه انا فقدته، لكن انا ما بحرقوش، بخزنه، صح؟ يبقى اذا معظم الطاقه تفقد من خلال عمليه مين؟ عمليه التنفس. طب يا شباب، الى هنا نكون خلصنا الحصه بتاعت النهارده ان شاء الله. هي حصه خفيفه، يعني تقريبا نص ساعه. في الفيديوهات القادمه ان شاء الله هنبدا نتكلم على الجزء الكيميائي اللي ليه علاقه بانتقال الطاقه. فلو استفدتم بشيء انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم. الفيديوهات هتنزل ان شاء الله حد واربع. انا ما عرفتكوش بنفسي، انا اخوكم الدكتور يوسف الرفاعي ان شاء الله، واللي ان شاء الله هكمل معاكم شرح ماده العلوم المتكامله على اليوتيوب مجانا طوال الترم باذن الله. فما تنساش تشترك في القناه عشان يجي لك كل جديد. دمتم في خير، نستودعكم الله خيرا، دمتم موفقين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.